ابو راشد انا اريد سياره حلوه ونظيفه، حتى لو فيها حادث بس حادثها بسيط، انا بصلح السياره ما مشكله. ما عليه، وصلت المكان المناسب. لكن سؤال حالك موسى، تريد سيارة عائلية ولا صالون؟ سياره عائليه من سعر 10,000 الى 15,000. هذا الحدود يعني. أنا معظم سياراتي من 30,000 40,000. لكن بشوف لي عندي سيارات من ألمانيا، من كندا، من أمريكا، من اليابان، من استراليا. من وين تريد السيارة؟ ابو راشد حتى لو من فنقة، اهم شيء سياره حادثها بسيط. أيوة حادث بسيط. عندي سيارة عائلية يا موسى، واصلتني أمس. هذه جايبينها من الواق. هذه الواق بعد؟ جزيرة في البحر الأحمر. هذه السيارة تستخدمها بنت شيخ الواق، تروح الكلية وترد، وفي حادث بسيط قالت ما بسوقها. هنا السيارة؟ موجودة السيارة. طبعا موسى هذه السيارة فيها ما يقارب 1500 ميزة. انهار ما الصوت العادي، بنت الشيخ ما تريد تنزعج، فعملت ايش؟ قول لي ايش؟ تضرب هرن. تسمع اغنية من سواح للفنان محمد اسماعيل كوكو مال عبد الحليم. ما عليه. طبعا الاخ موسى هذه الالوان عدة الوان، فيها الابيض، الاحمر، الاصفر، الاخضر. انت تشوف تو ابيض، تعال الصبح بتشوفها اخضر. عندك عرس مثلا مزينه نفسها، عندك احتفالات عامله وحدها زينه، في العيد الوطني مره شوفها كلها اعلام صور. شوف موسى، طبعا السياره لا تخبرها انك رايح عزاء، لانك اذا ذكرت العزاء على طول السياره يتغير لونها الى اسود، وعندها حزن ونغمات حزن هتبكيك. تعرف ان عندها هموم السياره وتحكي لك همومها موسى. مره واحده حكت مسكينه همومها، نزلت آيل من المحرك تبكي آيل موسى. اهم شيء عندي السياره يعني في تصليحات حالها. لا تصليحات بسيطة، شوية نار، شلال، اطارات، حاجات بسيطة ما تكلف 5 10 مو تكلف موسى. نفتح البونت ما يحتاج يا موسى البونيت، ما يحتاج. هذه جميلة بابانا، جميلة السيارة. هذه ما فيها ماكينة؟ ان شاء الله المحرك بنجيبه بعد العيد. اي ميزات واي خرابيط ابو راشد، هذه حتى بحمار ما بادلبها. والله تمودي السيارة ذي بريال ما ابغاها. قم. السلام عليكم، عذرت ابو راشد. تعال بنت الشيخ الواخواخ، ترى ذي انت خسران.